السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. ارتياح لبدء خدمات طب العيون في تسني. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية لتطوير نظم وطني لمراقبة سلامة الأغذية. الجمعية الوطنية للمكفوفين تعقد لقاء لأعضائها في أقردات. ساحل العاج تستعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد. روسيا تتهم أمريكا بإسكات توتر بسبب تجربة صاروخية. لافروف يجري محادثات مع بعض الوزراء في مدينة جوهانسبرغ. إلى التفاصيل. أعرب المواطنون في تسني عن الارتياح لبدء تقديم خدمات طب العيون. وأوضح المواطنان كبرى مع الشوبة بكر حامد أنهم يراجعون بانتظام قسم طب العيون، وأن الحصول على الخدمات عن قرب يجنبهم مشقة السفر والمنصرفات المالية. وأوضح مسؤول مركز طب العيون السيد برهان حدقو أن سكان تسني وقلوج يستفيدون من الخدمات المركز الذي بدأ الخدمة في العام 2016، مشيرا إلى وجود القدرات المهنية والأدوات الكافية في مركز طب العيون، ونقل الحالات الصعبة إلى مستشفى بارونتو المرجعي. وذكر مسؤول الخدمات الطبية السيد هافتون كفلي استقبال 25 إلى 50 مريضا يوميا، مشيرا إلى الإصابة بأمراض العيون نتيجة الرياح المغبرة وأشعة الشمس. ودعا المواطنين إلى إجراء الفحوصات مرة واحدة في السنة على الأقل، والفحوصات المنتظمة لمرضى السكري وأمراض العيون المزمنة، واستخدام النظارات الشمسية وتجنب مواد تجميل العيون. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية من 17 وحتى 20 من فبراير للمتدربين القادمين من الوزارات والكليات وشركات تصنيع الأغذية ومؤسسات المعايير الإريترية بهدف تطوير نظام وطني لمراقبة سلامة الأغذية. وقال المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة سيد تغلاب مسجن أن التدريب نظم في أسمرة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الإريترية بهدف إعداد نظام وطني استراتيجي متكامل لمراقبة سلامة الأغذية من خلال تقييم النظام الذي كان يعمل بشكل منفصل. وقال أن التدريب اعتمد على المنتدى الوطني لسلامة الأغذية الذي عقد في ديسمبر 2024، ويقيم معايير سلامة الأغذية والقوانين واللوائح على مستوى البلاد والبنى التحتية وخدمات المختبرات والموارد البشرية واستخدام الوثائق والاستفادة منها ودور الشركاء. وأوضح ممثل منظمة الأغذية والزراعة الفاو في إريتريا السيد محمد ظاهر أن التقييم الذي تستخدمه أفريقيا عامة والعالم خاصة مهم أيضا بالنسبة لإريتريا، ويتوافق مع سياسة وزارة الزراعة المتمثلة في توفير الغذاء الآمن والمغذي للجميع. وذكر المتدربون أن التدريب سيعزز معرفتهم ويوجه عملهم المستقبلي. عقدت الجمعية الوطنية للمكفوفين الإريترية لقاء مع ضياف مديرية أقردة حول التحديات التي تواجههم وفرص العمل المتوفرة وتلك التي يمكن إتاحتها. وأوضح رئيس الجمعية السيد داوود فساهي أن جهودا جادة تبذل لخلق بيئة للمكفوفين ليصبحوا معتمدين على أنفسهم ومتحررين من الاتكالية ويكون لهم مساهمة إيجابية في المجتمع. وأضاف مستشار الجمعية السيد قبر مثقل فساهي أنه يتم إجراء أبحاث لبحث سبل زيادة إنتاجية المكفوفين، وأنه سيتم تقديم التدريب والدعم المالي للمكفوفين حسب قدراتهم ومهاراتهم بمجرد الانتهاء من ذلك. وأكد المدير التنفيذي لمديرية أقردة السيد كبرى فساهي أن المكفوفين لديهم حقوق متساوية في جميع الفرص التي يتم توفيرها، وأن الإدارة ستساهم في المبادرات المتخذة لخلق منصة لهم للعمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار المشاركون إلى أن الاجتماع عزز فهمهم للدعم وتنفيذ المساعدة للمكفوفين، وأنهم سيتكفلون بمساعدة المكفوفين في مجتمعهم مستقبلا.
تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف الدول بمبلغ 371,700 كورونر و3,240 دولار و2,545 يورو و25,000 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرعت لجنة تنسيق الاحتفالات في ستوكهولم السويدية ب 140,000 كورونر، والجالية الإريترية في أوسلو وضواحيها في النرويج ب 110,280 كورونر، والجالية الإريترية في تروموس النرويجية ب 32,000 كورونر، والإريتريون المقيمين في مولهات وضواحيها في السويد ب 20,120 كورونر. وتبرع الإريتريون المقيمون في ولدريس النرويج بمبلغ 15,300 كورونر. وتبرعت الجالية الإريترية في أنطون البلجيكية ب 1,800 يورو، والجالية الإريترية في دورموند ب 495 يورو، والجالية الإريترية في كوتريخت وإبرا ب 250 يورو، بإجمالي 2,545 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المهتمون المقيمون في دونش النرويجية ب 2,160 دولار أمريكي، والسيد ميكيل زراي مع زوجته السيدة لويزيا سويستين ب 1,080 دولار، ومتجر دولت جلاتي ب 20,000 نقفة، والسيد بركة قبرمتي ب 5,000 نقفة لإعالة أسر الشهداء. نظمت شرطة كرن سيمينارا لرفع الوعي القانوني والسلوك العام اللائق بالتعامل المتبادل للتعايش بسلم والحفاظ على السلامة للعاملين في مجال تقديم الخدمات والشباب والطلاب من 13 وحتى 21 من فبراير الجاري. وذكر قائد مركز الشرطة الثاني بمدينة كرن الرقيب بأمنة كبروم أن الهدف الشرطة الأساسي هو منع وقوع الجرائم والمخالفات في المقام الأول، موصيا أصحاب المرافق الخدمية والعاملين بها للحفاظ على أعمالهم بتحليهم بالقوانين واللوائح وتوطيد علاقتهم بالشرطة والتعاون معها. وأشار إلى أهمية عمل لجان الشرطة الأهلية بتذكير أصحاب المحلات لتجنب بيع السجائر ومنتجات التبغ والمشروبات الكحولية على القصر. وأوضح الرقيب بأمنة أهمية دور الآباء وأولياء الأمور في توجيه أبنائهم ولعب دورهم في توريث الثقافة والهوية الإريترية للأجيال، موصين الطلاب باتباع القوانين المرورية تجنبا تعرضهم للحوادث. وحث مسؤول مكتب مكافحة الجريمة سيد كنان السقاي مقدمو الخدمات لتجنب العمل بعد ساعات العمل المسموح بها ورفع الصوت عن المستوى المسموح به وغيرها من المخالفات والتجاوزات التي تؤدي إلى عوائق وإجراءات صارمة. وناشد المشاركون بمواصلة مثل هذه السيمينارات التنويرية نظرا إلى فوائدها التوجيهية في المجتمع. أفاد مدير إدارة ضاحية ركب ومديرية السلع بأن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت ساهمت في تجميع القرى وتسيير السكان حياة مستقرة. وأوضح السيد محمد علي محمد نور إرساء خدمات الصحة والاتصالات والتعليم والمياه وغيرها وتنامي الخدمات التجارية. وقال أن السكان تجمعوا في مناطق فوتوي وصحيت وقبل سعداء وغوغو وشكريب وأفهاشوب وإبليغيو. وقد خلق الشركة زارة لتعديل فرص العمل وتساعد في تطوير المنطقة. وأشار السكان إلى تزايد عدد السكان من التطور الخدمي والتجاري منادين لتوسيع خدمات المياه والصحة وحل إشكالية المواصلات وبناء مدرسة داخلية. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية السلع السيد أبو بكر محمد آدم أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في ركب خلقت الأرضية لتسيير بتحسين الحياة المعيشية للسكان. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. العاج رسميا السيطرة على آخر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد في خطوة تعكس تغليظ الوجود العسكري لباريس في غرب أفريقيا. وأكد وزير القوات المسلحة الفرنسية سبيستيان لوكرور أن نحو 80 جنديا فرنسيا سيبقون في البلاد لتقديم المشورة وتدريب الجيش ساحل العاج، مشددا على أن فرنسا تعيد تشكيل وجودها لكنها لا تختفي. وخلال مراسيم التسليم أوضح وزير الدفاع العاجي تيني برهام أوتارا
أن القاعدة ستحمل اسم الجنرال الراحل توماس داكوين أول رئيس للأركان في هذا البلد. وتأتي هذه الخطوة في ظل المطالبات المتزايدة من دول غرب أفريقيا بإنهاء الوجود العسكري الفرنسي، حيث شهدت المنطقة سلسلة من القرارات بطرد القوات الفرنسية. ويرى محللون أن الانسحاب الفرنسي يعكس تحولا أوسع في علاقة باريس بدول غرب أفريقيا وسط تصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا. ذكرت وكالة تاس للأنباء أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة بإسكاء التوتر العسكري باختبارها صاروخ كروز أطلقته من البر، لكنها قالت أنها لن تنجرف إلى سباق تسلح. كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قد قالت أنها اختبرت صاروخ كروز تقليدي وأنه نجح في إصابة هدفه بعدما قطع مسافة تجاوزت 500 كيلومتر في أول تجربة من نوعها بعدما انسحبت الولايات المتحدة هذا الشهر من معاهدة نووية مهمة أبرمت خلال فترة الحرب الباردة. وانسحبت واشنطن رسميا من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا في 2 أغسطس، متهمة إياه بانتهاك المعاهدة وهو ما نفاه الكرملين. وكانت المعاهدة تمنع التجربة الصاروخية الأمريكية، وكانت المعاهدة تحظر الصواريخ المنشورة على البر ويتراوح مداها ما بين 500 و 5500 كيلومتر، مما حد من قدرة البلدين على شن ضربة نووية خلال مهلة قصيرة. قالت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقد اجتماعا مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامزوفا على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة 20 في جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية أكبر اقتصاديات مجموعة 20 في جنوب أفريقيا وسط توترات بين الأعضاء بشأن حرب أوكرانيا والنزاعات التجارية وغياب الكبير الدبلوماسيين الأمريكيين بسبب خلاف مع المضيفين. وغالبا ما تكافح دول مجموعة 20 التي تمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و3/4 التجارة للتوصل إلى اتفاق، لكن الخلافات الجيوسياسية جعلتها أكثر انقساما من أي وقت مضى. بعد سنوات من النقاشات والضغوط الدولية، أعاد المتحف الهولندي العالمي في مدينة ليدن 119 قطعة فنية من تماثيل بنين البرونزية المسروقة إلى نيجيريا. هذه التماثيل التي تضم آلاف الألواح المعدنية والتماثيل كانت قد زينت قصر الملك في مملكة بنين في غرب أفريقيا قبل أن تسرق من قبل البريطانيين في العام 1897 خلال عملية نهب دموية. وتم توقيع اتفاقية إعادة القطع الفنية في المتحف الهولندي ليسجل هذا الحدث كأول عملية لإعادة الفن المسروق إلى نيجيريا من هولندا. وتعتبر هذه أكبر عملية لإعادة فن استعمار مسروق منذ عام. ويعتبر المتحف الهولندي من أبرز المتاحف التي أعادت أكثر من 1000 قطعة فنية إلى الدول المختلفة حول العالم، على الرغم من أنه ما يزال يحتفظ بأكثر من 500,000 قطعة تم الحصول عليها بطرق قانونية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. ارتياح لبدء خدمات طب العيون في تسني. وزارة الزراعة تنظم دورة تدريبية لتطوير نظم وطني لمراقبة سلامة الأغذية. الجمعية الوطنية للموقوفين تعقد لقاء لأعضائها في غردات. ساحل العاج تستعيد السيطرة على آخر القواعد الفرنسية في البلاد. روسيا تتهم أمريكا بإسكاء التوتر بسبب تجربة صاروخية. لافروف يجري محادثات مع بعض من نظرائه في مدينة جوهانسبرغ. وصلنا إلى ختام النشرة، في أمان الله.